يا كريم عامل ايه؟ بص يا احمد، انا الصراحه مش عارف اجيبها لك ازاي. انا بالنسبه لل 20,000 اللي باقيين عليها في القسط، انا مش عارف اتصرف فيهم. فانا والله محروق منك، مش عارف اقول لك ايه. طب بص يا كريم، خد دول كده. اه، ودول بمناسبه ايه بقى؟ بص يا سيدي، انت واخد مني 100,000 جنيه، وبالفايده بتاعتك المفروض بتدفع 130,000 جنيه، فانت دافع لغايه دلوقتي 110. فدول ال 10,000 جنيه اللي انت دفعتهم زياده فوق ال 100,000. فاحنا عشان في اخر 10 ايام في رمضان انا مش عايز منك حاجه، وانا راضي بال 100,000 جنيه اللي انا خدتهم. والله تسلم يا استاذ احمد، بجد الدنيا لسه فيها خير. شكرا قوي يا استاذ احمد. يلا الحمد لله. حسابك كام يا ريس؟ انت كده حسابك 50، بس عشان احنا في العشر الاواخر 30 جنيه بس يعني. اشمعنى ال 10 ايام الاواخر؟ ما تستغربش يا صاحبي، الدنيا لسه فيها خير، واحنا شباب زي بعض فلازم نحس ببعض يعني. شكرا يا صاحبي، ما كنتش اعرف ان الدنيا لسه بخير كده. عايز يا صاحبي كيس ستريبس وكوز لانشون وربع رومي واخد الكيكه دي. اتفضل يا صاحبي، حسابك 300 جنيه. 300 جنيه ازاي؟ ده الحاجات دي حسابها يجي 500 جنيه. انت المفروض كان حسابك 400 جنيه، بس انا عشان عامل خصومات في اخر 10 ايام في رمضان هيبقى حسابك 300 جنيه بس. تسلم يا صاحبي، ما كنتش عارف ان الدنيا لسه بخير. بقول لك يا غالي بعد اذنك، بس عايز كوبايه عناب ساقع. من عينيا الاتنين يا صاحبي، اقعد واجيب لك احلى عناب. تسلم يا غالي. استغفر الله العظيم يا رب. انا هكلم صاحبي اقول له يجيب لي قرار الموضوع ده، ممكن ينصحني في الصح. الو، ايه يا حبيب اخوك؟ بقول لك عايز اخد رايك في موضوع كده حصل لي. انت عارف ان الشهر دوت الشغل ما توفقتش فيه وما عرفتش اجمع الايجار، وانت عارف بقى صاحب البيت في الطلعه والنازله بقى الايجار الايجار، وانا عمال اقول له بكره بعده، والدنيا صعبه معايا خالص. فانا نازل تمام، كنت رايح اجيب فطار وكده، وقلت اقعد في الكافيتيريا شويه. فانا معدي لقيت موبايل بس شكله غالي، فانا كنت بفكر ابيعه. تمام يا حبيب اخوك، تمام ولا يهمك. تسلم. تسلم ايدك يا غالي. العفو يا رجوله. تسلم ايدك على العناب يا غالي. حسابك كام؟ ولا اي حاجه يا صاحبي، بس كنت عايز اتكلم معاك في موضوع ايه؟ انا بصراحه كده سمعتك وانت بتتكلم في الموبايل، وعرفت موضوع الموبايل اللي انت لاقيه. طيب تمام يعني، وبعد ما سمعت عايز مني ايه؟ انا جاي لك في خير يا صاحبي، وانا عايزك ترجع الموبايل اللي معاك دوت، وايجار الشهر ده عندنا. ما توقعتش ان في حد ممكن يقف جنب حد في الزمن ده. ده الدنيا لسه فيها خير، انا هعمل اللي انت بتقولي عليه. ايوه يا صاحبي، الدنيا لسه فيها خير، خلي المبلغ ده معاك. تعرف، انا ما كانش في نيتي فعلا ابيع الموبايل اللي انا لقيته ده، بس ما كانش عندي حل تاني. بس عشان نيتي كويسه فربنا طلعك في طريق. انا هاخد منك المبلغ، بس هرجعه لك تاني على فكره. الدنيا لسه فيها خير. ايه ده؟ الموبايل اللي بيرن. الو. الو، بقول لك يعني انا صاحب الموبايل بس اللي معاك دلوقتي، فممكن بس ترجعه لي؟ اكيد طبعا طبعا، مكان حضرتك فين وانا اجيلك. تسلم والله، ربنا يخليك، والله ما كنتش اعرف ان في ناس كده والله. بص انا هقول لك المكان دلوقتي اهو، انت هتجيلي على الشون بالظبط، هتلاقيني واقف مستنيك هناك، هتلاقيني لابس اسود. لا لا، على ايه؟ ده الدنيا لسه فيها خير. خلاص تمام، مسافه السكه بالظبط وهجيلك. طب شكرا، سلام سلام. ما كنتش اعرف ان في كده والله، في ناس لسه عندها امانه في الدنيا. الحمد لله، يعني الواحد بيعمل خير تترد له.